الإمام علي يا حبيبي هو سيدك وسيد أبوك وقائدك ومديرك ووليك، سواء عجبك أو مش عجبك. الصحابة ما عجبهمش، انت عايز تتضاف معاهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبصراحة لما اشتكوا عليا وغضبوا قال لهم: ماذا تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه، وهو وليكم من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. إذا خلاص انت دي في الترمذي، ارجع لها، حسن صحيح، ارجع يا سني وتعلم. ما تزعلش ان الامام علي يبقى وليك، لا تخاصمه، لا تخاصمه بدون داعي. يقف 12 بدري، 6 من على يمينه و6 من على شماله، يقولوا: نعم سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من ناصره واخذل من خذله. تخيلوا واحد من اللي قاعدين اسمه ابو الطفيل سمع الكلام، راح سايب القعده وقايم، مش عاجبه، طلع بره قابل زيد بن ارقم، قال له: صاحبك جوه عمال يخربط في الكلام، بيقول قال مين اللي سمع النبي بيقول يوم غدير خم ووقف له ناس يشهدوا؟ قال له: انت مستغرب من ايه؟ ما في احد يومها في الدوحات الا سمع قول رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اين العداله في النظر؟ علي بن ابي طالب هارون من موسى، في حد لا يعرف قيمه هارون من موسى؟ يا عباد الله، هارون النبي ماذا يقول؟ تتآمرون عليه لمحاولة اغتياله؟ يا عباد الله، ادرسوا محاولة اغتيال النبي يوم عقبة الهرشة، يوم العقبة وهو راجع، ادرسوها.